السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحقيقة النهاردة موجودين بالنادي الوطني ببركة السبع البر الغربي، وطبعا النهاردة السبت الموافق 15/4/2023 وبحضور معالي النائب عصمت زايد عضو مجلس النواب عن دائرة وسنا وبركة السبع، وأيضا الأستاذ أيمن السقة رئيس مجلس إدارة النادي، وموجودين والمهندس نصر من مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ محمد عبده، والأستاذ حاتم السويلم، وأيضا أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد شحاتة والحاج طاهر أبو الفتوح والأستاذ أحمد. وإحنا الحقيقة النهاردة حضراتهم موجودين النهاردة عشان تسليم حمام السباحة بتاع النادي الوطني، وهيستلموا طبعا الحاج أحمد جبريل، والعمل ده طبعا هيعمل طفرة كبيرة بالنادي. وعلى فكرة مع العلم بأن الحمام ده الوحيد التابع لأندية بركة السبع. هنسمع كلمة من معالي النائب بهذه المناسبة الجميلة. اتفضل معالي. طبعا يعني بنقول لأهالينا في بركة السبع ألف مبروك على إنشاء أول حمام سباحة في منشأة رياضية حكومية، وده هيبقى بأسعار رمزية لأهالينا في بركة السبع. يعني احنا شفنا أسعار المنشآت الخاصة قد ايه. اعتقد ان ده هيبقى يعني سعر كويس جدا في متناول كل الاسر المصريه انها تعلم ابنائها السباحه. وطبعا يعني السباحه مهمه جدا بالنسبه لاولادنا، انها بتحافظ عليهم وايضا بتنمي اجسامهم وبتنمي تفكيرهم، فمهم جدا ان يبقى في منشاه مثل هذا في بركه السبع. مهم جدا ان يبقى عندنا حمام سباحه استخدامه في عمليات التدريب، في عمليات المسابقات وغيرها. ده بنقول لأهالينا بركة السبع ألف مبروك على عمل أول حمام سباحة يتبع منشأة حكومية، وهو نادي الوطني بركة السبع تحت قيادة الإدارة المحترمة من أول رئيس مجلس الإدارة أستاذ أيمن السقة، ومدير النادي الأستاذ محمد عبده، وجميع أعضاء مجالس الإدارة. ده جهد مش جهد النائب لوحده، لا ده تضافر جهود هؤلاء الناس المحترمين اللي عايزين يحققوا حاجه وعايزين يثبتوا ذاتهم وعايزين يعملوا نجاحات، وده ظهر في انهاء جميع الاجراءات. وبنشكر طبعا يعني معالي الوزير اشرف صبحي على استجابته وانه لبى طلبنا، وبنشكر الدكتور سمير كرم والمهندس ناصر مدير الانشاءات في مديريه الشباب والرياضه بالمنوفيه على تعبهم معانا. والنهارده يعني بالرغم ان يوم صيام وشديد الحراره اللي الناس ويمكن اجازه كمان السبت، الناس نازله وشغاله، يعني ده دليل على الاخلاص. ودايما اي عمل بيبقى موجود فيه الاخلاص بيبقى فيه نجاح. والف مبروك لاهالينا ببركه السبع. شكرا معالي النائب، شكرا لحضرتك جدا. وبرضو بنسمع كلمه رئيس مجلس الاداره الاستاذ ايمن السقة. اولا انا برحب بكل الموجودين هنا وعلى راسهم سياده النائب عصمت زايد اللي شرفنا النهارده، وده شرف لنا ان هو يبقى موجود معانا واحنا بنسلم النهارده قطعه الارض التي سيقام عليها حمام السباحه. وده اول حمام سباحه يعتبر في مركز بركه السبع بالكامل يتبع منشاه حكوميه، ومش لابناء بركه السبع لوحدهم، لا ده ابناء المركز بالكامل، سواء شرق سواء غرب سواء اي قريه من قرى المركز. النادي مفتوح لهم والحمام بتاع الكل. واحنا طبعا بنتوجه بالشكر العميق لسياده النائب لانه كان صاحب اليد العليا في ان احنا نعمل هذا الانجاز، وندين له بالفضل. توفيق يعني ده فعلا يعني مجهود احنا مش عارفين نوفي له حق او نشكره عليه ازاي. ربنا يخليكم زي احنا طبعا بيشرفنا النهارده كل المتواجدين، وبرجع واقول ان النادي ده لابناء بركه السبع، لان ده بيعتبر طفره رياضيه احنا بنحققها، لان طبعا بمعاونه اعضاء مجلس الاداره المحترمين اللي موجودين كلهم، وبفضل ربنا علينا ان احنا قدرنا نعمل حاجه لابناء بركه
السبع وابناء مركز بركه السبع بالكامل. واخيرا بتوجه بالشكر لاعضاء مجلس الاداره ومدير النادي على تشريفهم، والمهندس نصر طبعا اللي شرفنا النهارده وتعبان معانا، ورغم ان هو يوم اجازه اللي هو جه وشرفنا. الف شكر. شكرا استاذ ايمن، شكرا جزيلا. بنتوجه لمدير النادي الكابتن او الاستاذ محمد عبده. احنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. احنا طبعا في نهايه شهر رمضان المبارك وفي اخر الايام الشهر المبارك، ربنا يعيد علينا الايام بخير، وبنستقبل بعد كام يوم عيد الفطر المبارك. تاني حاجه احنا في حدث رياضي النهارده من اهم الاحداث الرياضيه في تاريخ مركز ومدينه بركه السبع، تحت قياده طبعا معالي النائب عصمت زايد، وطبعا مديريه شباب الرياضه وتمثلها في الدكتور سمير كرم والدكتور محمد سلامه، وطبعا المهندس نصر وكابتن علاء الحناوي، عشان نذكر وفضل الناس كلها، واداره التفتيش المالي والاداري. الناس كلها تعاونت ان احنا نعمل انجاز لمركز ومدينه بركه السبع. طبعا مجلس الاداره برئاسه المستشار ايمن السقا، استاذ حاتم سويلم امين الصندوق، والساده الاعضاء المجلس كلهم جميعا، الناس متعاونه من اول يوم اللي احنا نعمل حاجه محترمه لبلدنا، نحقق هدف. وده الحمد لله يمكن احنا بعد ما المجلس استلم بقالنا سنتين اتنين واحنا طبعا في انجازات رياضيه. فريق كره القدم السنه اللي فاتت كان واقف على جول ليصعد للمرحله الثالثه القسم الثالث، وده حدث انجاز تاريخي بيستناه مركز بركه السبع كله. والنهارده احنا في يعني بعد شهور بسيطه بنحقق انجاز اخر، هو حمام سباحه لكل شباب بركه السبع، سواء على مستوى الانديه او مراكز الشباب. اول حاجه حكوميه او شبابيه رياضيه بتمثل للشباب بجد. دورنا مع الشباب، دورنا مع الناس، اهالينا الطيبين الموجودين طبعا في الشارع في كل مكان. احنا المجلس الاداره بس المستشار من اول يوم قال لك نتعاون على ان احنا نعمل حاجه لبلدنا وننجح ببلدنا ونعلم بلدنا. ان شاء الله باذن الله نحقق الحلم وهنبدا في التنفيذ قريب بقياده الحاج احمد جبريل طبعا، ربنا يوفقهم تمنين السبت والتوفيق طبعا. وان شاء الله نوعدهم جميعا ان احنا السنه دي نحقق حلم الصعود بامر الله، ان احنا هنركز فيه ونحقق. يبقى احنا حققنا الحلمين تحت قياده سياده النبي عصمت زايد، اللي بامانه يعني ده حديث عن سيدنا النبي لازم نقوله دايما، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. سياده النائب لازم يعني ليه كل التحيه شكر وتقدير واحترام واخلاص للراجل ده اللي بيعمل للمركز ده بيحبه بجد، بيحبه باخلاص. ونتمنى من ولاد المركز نفسهم يبقى الناس كلها تنهج هذا المنهج العظيم، ان الناس فعلا تتعامل باخلاص مع بعض، تنجح ما تهدش، ابني ما توقعش. اخر حاجه بشكر طبعا المهندس نصر، الشخصيه المحترمه يعني متعاونه بالانديه كلها. النهارده تعليماته لينا طبعا قياده طبعا الدكتور العظيم الدكتور محمد سلامه والدكتور سمير. بامانه يا جماعه حاجه احنا عشناها 7 اشهر انا واخويا الحاج سيد سليمان. طبعا يعني عشناها مع الناس، والناس بتحب الشباب والرياضه وتحب الانديه. وكل التحيه والشكر للمجلس الاداره جميعا، معالي النائب ومدير الشباب. شكرا جزيلا، شكرا. بننتقل لمعالي المهندس سمير نصر. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا انا بشكر الساده الحضور، بشكر طبعا على راسهم سياده النائب عصمت زايد، سياده رئيس مجلس الاداره، الساده الحضور طبعا حضور كريم، وده بيدل على اهميه الموضوع لبركه السبع والنادي الوطني ببركه السبع. طبعا ده طبعا سياسه الوزاره، نظام البي او تي للتخفيف على كاهل الدوله وتشجيع القطاع الخاص والخدمه المشروعات الرياضيه. اولا بشكر معالي وزير التضامن على تبني الاداره الاقتصاديه وتفعيلها. بشكر سياده المحافظ الربيع ابو لمون انه بيسلل لنا العقبات. بشكر الدكتور سمير كرم، الدكتور محمد سلامه. في النهايه بهنئ بركه السبع وبهنئ النادي الوطني بالمشروع، وان شاء الله التنفيذ يبدا على طول ويبقى صرح رياضي جديد في بركه السبع. شكرا الباشمهندس نصر، شكرا جزيلا لحضرتك. وهنختم مع الاستاذ حاتم سويلم امين صندوق النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده حدث تاريخي لمركز بركه السبع، وبنشكر طبعا معالي النائب عصمت زايد اللي صراحه وقف جنبنا وقفه جامده، وبنرحب بضيوفه الكرام اللي معانا، وطبعا اعضاء مجلس الاداره على راسهم الاستاذ ايمن السقا
والاستاذ محمد شحاته والاستاذ طارق ابو الفتوح والاستاذ احمد خليل والاستاذ محمد ياسر، وطبعا مدير النادي الكابتن محمد عبده اللي بيبذل قصارى جهده صراحه للنهوض بالنادي. وبنتمنى طبعا التوفيق للحاج احمد جبريل اللي طبعا دي ان شاء الله زي ما معالي النايب قال طفره لبركه السبع للشباب، بدل ما الناس كانت بتروح واسعار جامده يعني صعبه عليها. احنا طبعا هنا الحاج احمد مشكورا هتبقى اسعار في اطار الناس العاميه تقدر تخش، والمركز بركه السبع كله بيخدم اهالينا. وطبعا بنتمنى ان شاء الله هنحقق الحلم الثاني بصعود الفريق للدرجه الثالثه تحت رعايه معالي النائب عصمت زايد ومجلس الاداره المحترم، وبالتوفيق ان شاء الله وعقبال التقدم باذن الله في جميع المناطق. شكرا استاذ حاتم، شكرا جزيلا وشكرا لحضراتكم. وطبعا انتوا شفتوا اللقاءات والكلمات، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله للحاج احمد جبريل وللنادي الوطني النادي العريق. وكل عام وحضراتكم بخير وبصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.